الهواتف النقالة أو الهواتف المحمولة ممنوع دخولها. فبالتالي خرجت مباشرة بعد الحكم. كان هناك يعني فرحة وهتافات بيحيى العدل إلى آخر هذه الهتافات المعتادة عند صدور حكم بالبراءة. وحتى الآن يعني المحامون يتوافدون خروجا من ناحية البوابات الأمنية الخاصة بقاعة المحكمة، يتسلمون هواتف. كذلك عدد كبير من الإعلاميين والكاميرات تقوم بالتقاط الصور والتسجيل مع المحامين حول الحكم وحيثياته أو حول الحكم وأسبابه. يعني ما أستطيع أن أقول لك أو ما أود أن أشدد عليه أنه ليس هناك مثلا تلك التجمعات أمام الأكاديمية كما كان يحدث في قضايا أخرى. الوضع هادئ ومسيطر عليه أمنيا بشكل كبير، وحتى يعني لا يوجد تشكيلات أمنية لكي نتحدث مثلا عن تأمين أو عن قلق من مسألة أن تحدث أي نوع من أنواع المناوشات بين أنصار وآخرين أو بين أنصار الرئيس المعزول أو خلافه. لكن يعني الوضع هادئ والكل يعني كل من أتى يعني هم جميعا في مركب. يعني الوضع هادئ. نعم. طيب ما دام الوضع هادئ حتى اللحظة، إذن أنا أكتفي معك بهذا القدر. تامر نصرت، طبعا سأعود إليك في حال جد أي جديد في سياق ساعتنا الأولى من استوديو الحدث. شكرا لك تامر نصرت. إذن أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها ببراءة نجلي الرئيس مبارك والفريق أحمد شفيق في القضية المعروفة إعلاميا بأرض الطيارين، والتي حكموا فيها بتهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40,000 متر من أراضي منطقة البحيرات بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين. إذن سنفصل هذا الخبر أكثر في حال جد جديد، وفي حال وصلت طبعا صور سنقوم ببثها عليكم أو إليكم بالأحرى.